بدك تهكر حساب انستغرام والكل يخاف منك؟ تعال معي لقلك. اول شيء بنروح على بروفايل الضحيه، بناخذ اللينك تبعه وبنعمل له كوبي وبنخليه على جنب لانه ما بدنا اياه. موبايلي ما انكسر كرمال هالفيديو ابدا. هلا اول شيء لازم نتفق على شغله وحده، يلي هي انه ما في اي حدا بيحسن يخترق اي اكونت او حساب على السوشيال ميديا، وكمان نتفق على شغله ثانيه يلي هي انه ما في اي تطبيق او ابلكيشن بيحسن يهكر لك اي حساب بالحياه. هلا انا عرفان انه انت عم تفكر بابن جيرانك الخطير اللي حسن يهكر كل حسابات السوشيال ميديا ومخك انفجر من مستواه، لنعتبر انه هذا الكلام صحيح ومزبوط، بس انت شو عرفك انه هذا الهاكر الخطير ما يكون عامل شيء اسمه فيشنج لينك، يعني يكون عامل رابط مزيف ويحسن من يخترق الاكونت، او كمان يكون الاكونت اللي اخترقه مربوط على ايميل محروق، او حتى كمان يكون صاحب الحساب مستخدم باسورد سهله كتير ومكرره بكل الحسابات، لانه هي الشغله بتاثر على فكره. وخدها مني، اذا كنت مفعل ميزه تو باسورد افيكيشن او التحقق بخطوتين، فعلى الاغلب ما حدا رح يحسن يهكر لك اي حساب على السوشيال ميديا، يعني الا اذا لقى ثغره بالمنصه المستهدفه وحسن يستعملها، فعلى الاغلب ممكن ينجح بالهاكينج تبعه. بس كمان هي الثغرات كثير نادره لتطلع، واذا التقت بيكون حقها ملايين الدولارات، فانت اذا لقيت هيك ثغره لا تروح تهكر فيها حساب حبيبتك وتعرف عنها كل شيء، لانه ما بدي اياك. خدها مني، روح قدم هي الثغره بالشكل الصحيح ورح تجيب منها ملايين الدولارات.